بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة بجمال لغتنا العربية وعظمة صمودكم في غزة العزة. قبل أن نبدأ درسنا نفتح قلوبنا لنطمئن عليكم وعلى أهلكم الكرام، فأنتم لستم مجرد طلاب علم، بل أنتم رموز للصبر والإرادة. نسأل الله العظيم أن يربط على قلوبكم وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يمن على جرحانا بالشفاء العاجل، وأن يكسر قيد أسرانا الأبطال ليعودوا إلى أحضان الحرية قريبا. اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل ضيق مخرجا، وارزقهم حياة كريمة آمنة تليق بتضحياتهم. أما أنتم يا نبض المستقبل فدعواتنا تلاحقكم في كل سطر تقرؤونه. نسأل الله تعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين، وأن يرزقكم أعلى الدرجات، وأن يرزقكم التفوق الذي يثلج صدوركم ويفرح قلوب أهلكم الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجلكم، لتظل أسماءكم وأسماء غزة وفلسطين خفاقة عالية بين الأمم. بهمتكم العالية نبدأ اليوم في درسنا لهذا اليوم. فالعلم سلاحنا، والنجاح هو رسالتنا للعالم. بدأنا في الحصة السابقة في مسرحية أو من مسرحية رأس المملوك جابر. إذن بدأنا في الحصة السابقة في درسنا من مسرحية مغامرة رأس جابر. هذه المسرحية للأديب السوري سعد الله والنوس. قلنا في الحصة السابقة الفكرة العامة في هذه المسرحية صراع الساسة مع ما يرافقه من خيانة للوطن من أجل تحقيق مكاسب ذاتية. الفكرة الأولى التي تحدثنا عنها في الحصة السابقة ظهور جابر وعرض خطته على الوزير. والفكرة الثانية رأس المملوك جابر هو أساس الخطة القادمة. قرأنا الجزء الثاني من المسرحية ووضحنا أهم المفردات الواردة في الجزء الثاني. ننتقل إلى توضيح الصور الجمالية والدلالات. في عبارة ينحني مقتربا من الوزير لهجة بطيئة مع تشديد الكلمات، هنا دلالة على شدة السرية والكتمان. يا مولاي، هنا أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب نداء للتعظيم. أحذرك أيها المملوك، هنا أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب نداء والغرض منه التحقير. تهبني رأسك، عبارة تهبني رأسك هنا أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب استفهام غرضه التعجب.
وفي عبارة ماذا تريدني أن أفعل برأسك، هنا أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب استفهام غرضه الاستهزاء. وما نفعه لي، أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب استفهام غرضه التعجب. وفي قوله فسأجعل من جلدك طبلا، هنا تشبيه بليغ، شبه جلد المملوك جابر عند تعذيبه في حال كذبه بالجلد الذي يشد على الطبل للقرع عليه، وهذه الصورة توحي بالتهديد الشديد للمملوك جابر. في عبارة كيف تتغلغل أصابعهم كالثعابين في كل شيء، هنا تشبيه مفرد، شبه أصابع الحراس بالثعابين. وجه الشبه هنا التغلغل والحركة في كل مكان وفي كل شيء، دلالة على دقة التفتيش بكل شيء. وفي عبارة وهم يغرسون أظافرهم في كل بقعة من أجسادهم، البطون والظهور، هنا شبه الأظافر بالنبات الذي يغرس، وشبه الأجساد بالتربة التي يغرس فيها الزرع. هذا توحي بقسوة التفتيش وصعوبته عند الحراس. الوزير ببلاهة، هنا دلالة على استغرابه مما يقول المملوك جابر. وفي قوله وماذا سيجدون تحت شعر الرأس سوى القمل والبراغيث، هنا أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب استفهام غرضه الاستهزاء. في عبارة يلتفت حوله بحذر، هنا دلالة على أهمية الأمر ووجوب الانتباه والسرية والكتمان. وفي عبارة أرجو ألا تكون حولنا آذان فضولية، هنا استعارة مكنية، شبه الآذان بالإنسان الفضولي، وسر الجمال هنا التشخيص، وهذه الصورة توحي بالحذر من النمامين ووجوه الانتباه والسرية والكتمان. في قوله من يجرؤ على الاقتراب من الديوان، هنا أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب استفهام غرضه الاستنكار والنفي. وفي عبارة عندما يصبح جلد الرأس ناعما كخد جارية جميلة، هنا شبه جلدة رأس المملوك جابر بعد خلوها من الشعر وتنعيمها كخد الجارية الناعم، هنا دلالة على شدة النعومة. في عبارة يلهث الوزير منفعلا يشع النشوق في أنفه، ولشدة انفعاله لا يعطس فيصبح وجهه كالقناع المدعوك، هنا دلالة على أهمية ما قاله المملوك جابر وأنه نال استحسان الوزير. فيصبح وجهه كالقناع المدعوك، هنا شبه وجه الوزير وهو يستمع لحيلة المملوك جابر وقد نالت استحسانه واندهاشه بالقناع المتجعد. هذه الصورة توحي بشدة انبهار واندهاش الوزير من حيلة وفكرة المملوك جابر. في عبارة يبحلق الوزير فيه بعينين مندهشتين وكأن ذهولا قد ألم به وفجأة يعطس بشدة، يبحلق الوزير فيه بعينين مندهشتين، هنا كناية عن الإعجاب والاندهاش والاستحسان لما قاله جابر. وفي عبارة سأعصرهما حتى يصبح عجينا فاسدا، هنا في قوله سأعصرهما شبه ما سيحصل مع المنتصر وأخيه من هلاك بالثمار المعصورة. وفي عبارة حتى يصبح عجينا فاسدا، هنا شبه ما سيحصل مع المنتصر وأخيه من هلاك بالعجين الفاسد، هنا دلالة على شدة الانتقام منهما وإسقاط الحكم بشكل فظيع. في قوله كلما أسرعنا كان ذلك أفضل، هنا أسلوب شرط
غرضه الإقناع بالحجة والدليل. وفي قوله إننا في سباق مع الوقت، هنا استعارة مكنية، شبه الوقت بإنسان يتسابق معه الوزير، شبه الوقت بإنسان يتسابق معه الوزير والمملوك جابر. هذه الصورة توحي بضرورة السرعة في إنجاز الخطة. وفي قوله سيكون لتدبيرك شأن في المستقبل أيها المملوك جابر، هنا دلالة على ثقة الوزير بخطة المملوك جابر، وأنها بداية نجاح الوزير في السيطرة، وسوف ينتفع جابر من ذلك كله. في قوله تكتسي الرأس مرة أخرى، هنا شبه الرأس، رأس المملوك جابر، وهي تكتسي بالشعر بعد حلقه بالأرض التي تكتسي بها الأشجار في فصل الربيع. في عبارة سيكون لتدبيرك شأن في المستقبل أيها المملوك جابر، هنا أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب نداء غرضه التعظيم بسبب حيلته العبقرية. في قوله أمد الله في عمر مولاي، هنا أسلوب خبري لفظا وإنشائي في المعنى بغرض الدعاء لجلب المصلحة وزيادة ثقة الوزير. وفي قوله وليحمل من الأمواس أحدها، أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب أمر، هنا لام الأمر مع المضارع، وهنا أمر حقيقي يشتمل على الاستعلاء والإلزام. ننتقل إلى طرح بعض الأسئلة على هذا الجزء من المسرحية. السؤال الأول: ما التدبير الذي اقترحه المملوك جابر على الوزير؟ يهب جابر رأسه للوزير التي ستكون أساسا لخطته، حيث سيكتب الرسالة عليها. السؤال الثاني: هات من المسرحية ما يدلل أن الخليفة المستعصم قد اتخذ كل الإجراءات الآمنة لعدم تدخل الغريب في بلاده، عندما قال جابر: راقبت الحراس ساعات طويلة يا مولاي، ورأيتهم كيف يفتشون. إذا ما يدل على أن الخليفة المستعصم قد اتخذ كل الإجراءات الآمنة لعدم تدخل الغريب في بلاده هي عندما قال جابر: راقبت الحراس ساعات طويلة يا مولاي، رأيتهم كيف يفتشون وكيف تتغلغل أصابعهم كالثعابين في كل شيء، يمزقون الثياب، يقطعون الأحذية، يؤلمون الناس، وهم يغرسون أظافرهم في كل بقعة من أجسادهم، البطون والظهور. السؤال التالي: ما غرض الاستفهام في قوله وماذا سيحدث وماذا سيجدون تحت شعر الرأس سوى القمل أو البراغيث؟ الغرض من الاستفهام هنا الاستهزاء والسخرية. إذن الغرض من الاستفهام هنا الاستهزاء والسخرية. السؤال التالي: ما دلالة قوله كلما أسرعنا كان ذلك أفضل؟ هنا دلالة على استمراريته في حماسه لتنفيذ الأمر بأسرع وقت ممكن وإعجابه الشديد بالتدبير. السؤال التالي: ما الصورة الجمالية بقوله تكتسي الرأس مرة أخرى؟ هنا شبه رأس المملوك جابر وانتظار لكسائها الشعر بالأرض التي تكتسي بها الأشجار في فصل الربيع. هذا بالنسبة للجزء الثاني من المسرحية. ننتقل إلى الجزء الثالث، والفكرة في الجزء الثالث
حلق رأس المملوك لتنفيذ الخطة ثم حجزه في غرفة مظلمة. حلق رأس المملوك جابر لتنفيذ الخطة ثم حجزه في غرفة مظلمة. الحكواتي: وطلب الوزير أن يحضر الحلاق في الحال وأن يحمل معه من الأمواس أشدها بريقا وأمضاها حدا. وعلى الفور جاء الحلاق إلى الديوان يتبعه 3 من الغلمان، وقاد الوزير مملوكه جابرا حتى أجلسه على الكرسي، فاستقام ظهره فوقها وامتلأ بالزهو، وكانت عيناه تبرقان وعلى الفور جاء الحلاق إلى الديوان يتبعه 3 من الغلمان، وقاد الوزير مملوكه جابرا حتى أجلسه على الكرسي، فاستقام ظهره فوقها وامتلأ بالزهو، وكانت عيناه تبرقان وتدغدغ مخيلته الأحلام. فتح الحلاق حقيبته، أخرج موسى له بريق ومعه مسنه الجلدي، وراح يسن الموس. الوزير منفعلا: هذا الرأس له قدره عندي، أريدك بارعا كما عرفتك، احلق الشعر من الجذور من أعمق منابته. أريد أن يصبح رأس مملوك جابر أكثر نعومة من خدود العذارى. الحلاق منحنيا سمعا وطاعة. الحكواتي: وأخذ الحلاق يحز شعر المملوك جابر، ولخفة يده ومضاء حد موسه لم يكن جابر يشعر إلا ببرودة لطيفة تشبه الأنسام وترتخي لها الأجفان. الوزير: نعم يا حلاق، نعم ما استطعت. الحلاق منحنيا للوزير سمعا وطاعة. الحلاق يعطر الرأس ويمسح عليه فتنزلق أصابعه نعيما، ثم يلتفت إلى الوزير نعيما لمولانا ومملوكه. الوزير: رأسك يساوي مملكة يا جابر. جابر هو لك يا مولاي. لحظة حتى يخرج الحلاق من الباب. والآن ابحث يا مولاي عن ريشة وحبر لا يمحى إلا بالحفر. الوزير منفعلا: هذا ما سنفعله بلا إبطاء. هذا هو الجزء الثالث في المسرحية. نبدأ بالمفردات الواردة. الحكواتي وراو شعبي. الحكواتي
راوي شعبي. بريق لمعان. بريق بمعنى لمعان. أمضاها أي أحدها وأحماها. أمضاها أي أحدها وأحماها. الغلمان مفردها غلام، وهو صبي شب وقارب سن البلوغ. الغلمان مفردها غلام، وهو صبي شب وقارب سن البلوغ. بارعا تعني متمكنا. بارعا أي متمكنا. الزهو أي الغرور والتكبر. الزهو الغرور والتكبر. تدغدغ أي تحرك. تدغدغ أي تلاطف وتداعب وتحرك. يحز الشعر أي يقطعه. العذارى مفردها عذراء، وهي الفتاة التي لم يسبق لها الزواج. الأنسام مفردها النسيم، وهو الريح اللينة. ترتخي أي صارت رخوة غير مشدودة. ترتخي صارت رخوة غير مشدودة. الأجفان مفردها الجفن، وهو غطاء العين من أعلاها. هذه هي أهم المفردات الواردة في هذا الجزء من المسرحية. ننتقل إلى الصور الجمالية والدلالات. في عبارة وعلى الفور جاء الحلاق إلى الديوان، هنا دلالة على أهمية الأمر والإسراع في تنفيذه. في عبارة امتلأ بالزهو وكانت عيناه تبرقان، هنا كناية عن التعالي والتكبر والفخر بما اقترحه من خطة وتدبير. وفي عبارة تدغدغ مخيلته الأحلام، هنا استعارة مكنية، شبه الأحلام بإنسان يدغدغ ويلاعب، وهذه الصورة فيها إيحاء بتفكيره الواسع بما سيحصل عليه بعد نجاح الخطة والتدبير. إذن في عبارة تدغدغ مخيلته الأحلام، هنا استعارة مكنية، شبه الأحلام بإنسان يدغدغ ويلاعب، وهذه الصورة فيها إيحاء بتفكيره الواسع بما سيحصل عليه بعد نجاح التدبير والخطة. عبارة الوزير منفعلا، هذا الرأس له قدره عندي، هنا كناية عن أهمية الخطة والتدبير المتمثلة في رأس المملوك جابر ورغبة الوزير في نجاحها. في عبارة احلق الشعر من الجذور، هنا أسلوب إنشائي طلبي، أسلوب أمر حقيقي. وفي عبارة لم يكن جابر يشعر إلا ببرودة لطيفة تشبه الأنسام وترتخي لها الأجفان، هنا تشبيه البرودة الناتجة عن الحلق ووضع العطر على الرأس بالأنسام اللطيفة. في هذه الصورة دلالة على براعة الحلاق.
وفي عبارة أريد أن يصبح رأس مملوك جابر أكثر نعومة من خدود العذارى، هنا شبه نعومة رأس المملوك بعد حلقه بنعومة خدود الفتيات العذارى، وهنا إيحاء بتجهيز رأس المملوك جابر للكتابة عليها. في قوله يمسح عليه فتنزلق أصابعه، في عبارة يمسح عليه فتنزلق أصابعه، هنا كناية عن شدة النعومة، كناية عن شدة النعومة. وفي قوله رأسه يساوي، رأسك يساوي مملكة يا جابر، هنا دلالة على أهمية رأس جابر في تدبير شأن الوزير ونجاح الخطة. جملة منحنيا للوزير هنا كناية عن الاحترام والتعظيم، أو دلالة على الاحترام والتعظيم. هذه هي أهم الصور الفنية والدلالات والأساليب الواردة في هذا الجزء. نأتي إلى طرح بعض الأسئلة على هذا الجزء من المسرحية. السؤال الأول: ماذا طلب الوزير من الحلاق أن يحضر ولماذا؟ طلب الوزير من الحلاق أن يحضر من الأمواس أحدها وأمضاها لحلاقة رأس المملوك جابر. السؤال الثاني: لماذا قال الوزير لحلاقه هذا الرأس له قدره عندي، ليدلل على أهمية رأس مملوكه جابر في تدبير الخطة. السؤال التالي: صف شخصية جابر والوزير والخليفة. جابر هو ذكي وداهية، الوزير رمز الجشع والطمع، يسعى إلى الحصول على المنصب والجاه بأي ثمن كان، حتى لو كان هذا الثمن هو الخيانة. الخليفة هو شخصية فاعلة طامحة إلى المحافظة على سلطانها بأي وسيلة. السؤال التالي: على ما يدل قوله وترتخي له الأجفان؟ وترتخي له الأجفان هنا دلالة على الراحة وارتخاء الأعصاب، دلالة على الراحة وارتخاء الأعصاب. هذه هي أهم الأسئلة على هذا الجزء من المسرحية. طبعا المسرحية ليست كاملة، هذا جزء من المسرحية. هذا هو الجزء الثالث والأخير في المسرحية. بقي عندنا تحليل عناصر المسرحية وإجابة الأسئلة. نكمل ذلك في الحصة القادمة إن شاء الله. نكون هنا إلى نهاية هذه الحصة، نلتقي في الحصة القادمة. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.